بما اني كنت بسالكم اجيب منين لبس حوامل يكون واسع وحلو وقطان، وما لقيتش قطان في السوق، فاضطريت اشتري شيفونات وستانات، واحكي لكم القصه دي بعدين. المهم ايه رايكم في العبايه دي؟ برضه احكي قصتها في اخر الفيديو لانها ليها قصه وموال. المهم ان انا نزلت السوق عشان اشتري حاجات تبقى مقاسي، ما لقيتش غير الحاجات اللي هي تعتمد على الفري سايز اكتر. وعايزه اقول لكم طبعا ان انا ما قستش اي حاجه خالص للاسف، ما بقتش بقدر اقيس في محلات، فاشتريت عمياني وقلت اقيس في البيت براحتي واشوف هاخد ايه وهرجع ايه وانا وحظي. البتاع ده انا اكتشفت القطعه الزياده دي في الكيس، ما كنتش عارفه عباره عن ايه. قررت ان انا استخدمها باندانا على راسي. لو انتوا لاقيين لها محل تاني من الاعراب قولوا لي وانا اعملها. ومفتوح من جنبين. الدرس عاجبني بصراحه جدا وحاسه ينفع ساحل وقمر. المهم العبايه دي فكرتني بقى بالعبايه المغربي، بغض النظر ان لونها كيوي وغريب او مستردة وغريب برده، مش هنختلف، بس عجبتني جدا. برده الحاجات دي كلها في سايز يا جماعه. بصوا انا حسيته يعني مديني اوفر سايز متخني، بس حسيته مريح قوي والقماشه طريه جدا، فبصراحه مش